عرفت اللي حصل وقت الماتش؟ شهر 7 ده شهر انتصارات عند المصريين. أنا اتولدت فيه أصلي، وسبحان الله يوم 7/7 ده اللي مصر اتظلمت فيه على مرأى ومسمع من العالم كله، هو برضه يوم استشهاد بطل مصر وشهيدها أحمد منسي، واحد من خير أجناد الأرض، قائد كمين البرص. فاكر حضرتك البوست ده؟ السنة اللي فاتت زي النهاردة كنا بنحتفل ببطل من أبطال مصر برضه، الملازم أول نور امتياز كامل، بطل من ظهر بطل، ابن اللواء امتياز كامل اللي أنقذ مصر والمصريين من حريق سنترال رمسيس. يوم 7/7 الساعة 7 ده الغدر ما كانش جاي للمصريين جوه الملعب بس، ده كان جاي لهم كمان على أرض الواقع، باستهداف وإصابة واستشهاد الأستاذ محمد فواز الوحيدي، رئيس اللجنة المصرية في قطاع غزة. احنا مش رفعنا العلم؟ راجل من رجالتنا استقصدوه واستهدفوه وقتلوه وقت ما احنا كنا بنلعب الماتش، وإن غدا لنظيره قريب. أسألكم الدعاء لكل أبطالنا، ربنا يا رب يرحمهم ويصبر قلوب كل عزيز وغالي ليهم. وعايز أقول للوبي الصهيوني، أنت بتساعدني إن أنا أفوق الناس بتاعتي اللي ههدك بيهم. المصريين لما بيتعرضوا لصدمات ده بيقويهم مش بيضعفهم. انت اصلك اهبل ما تعرفش المصريين. المصري ولو رموه بينزل واقف وثابت زي ابوه، ما بيقعش. مش هتعرف تكسرني، احنا القاهرة، احنا اللي هنقهركم. هتيجي عند المصري المسلم وهتتكسر، مش هتعرف تعديني. يا تايه يا اللي ملكش ارض، يا اللي مكتوب عليك التيه. المصري له جذور في الارض دي وثابت وواقف على حيله. انما انت جبان بتضرب وتجري يا جبان. انت اجبن من انك تواجهني، انت عارف ان نهايتك على ايدي.